بالنيابة عن المغاربة وعن جميع محبي كرة القدم في المغرب وعن اللاعب أناحي أيضا، فأنا أقدم اعتذاري عن هذا التصريح الغير المبرر من اللاعب الشاب تجاه منتخب مصر. أظن أن التعبير قد خان اللاعب. هو صحيح في آخر السنوات منتخب مصر تغير أسلوبه في اللعب وأصبح يسجل ثم يركن إلى الخلف وتضييع الوقت، لكن أناهي تكلم عن الكؤوس السبعة. لا يا أناهي ثم لا، منتخب مصر في جيل أبو تريكة والحضري حسام حسن والقائمة طويلة كانوا يفوزون بحصص كبيرة ويبحثون عن أهداف أخرى. كانوا يضربون الكاميرون والكوت ديفوار في الأدغال الإفريقية ونيجيريا في عز قوتهم، وما أدراك ما الأدغال الإفريقية عندما تواجه منتخبات عملاقة كبيرة. صراحة التتويج بثلاثيات متتالية إبان تدريبي من طرف حسن شحاتة خير دليل. صراحة أناهي خانه التعبير وأثار ضجة كبيرة بين أوساط الرياضيات في المغرب ومصر، ونحن في غنى عن مثل هذه التصريحات حتى تبقى هناك الروح الرياضية التي تسود بين البلدان والمنتخبات وبين اللاعبين وبين الجماهير. هناك جماهير مغربية تدافع عن وتساند المنتخب المصري، وهناك أيضا جمهور مصري يساند المنتخب المغربي، وخير دليل ما رأيناه في قطر 2022، التفاف كبير من طرف الجماهير العربية خلف المنتخب الوطني المغربي. أقولها بصراحة، نحن في غنى عن مثل هذه التصريحات الغير المبررة، خاصة من لاعبي المنتخبين الوطني المغربي والمنتخبات العربية الأخرى.